السلام عليكم واهلا بيكم. النهارده في كلام كتير فيلا بينا. بص، في العاده الحروب بين اي بلدين ليها شويه مقدمات لازم تبدا عشان نقول ان احنا على وشك الحرب وخلاص هي جايه. وفي حاله مصر واسرائيل خليني اقول لك ان كل المقدمات تم استنفاذها. يعني مثلا لما تسمع عن التعبئه العسكريه في اسرائيل وصلت ل60,000 جندي مره واحده، وخلي بالك ان العدد ده كبير جدا وده مقدمات للحروب. ده غير ان العدد ده كله معلش مش راح يلعب كوره. في المقابل في سيناء مصر بتعزز حدودها الشماليه ب60,000 جندي وكمان ممكن يكون ازيد. اهو دول برضو مش رايحين يصيفوا. ولما مصر تنقل معدات تقيله زي المدرعات والدبابات وصواريخ هجوميه، ده معناه انك خلاص في مواجهه مع العدو ومستني الاشاره. ناهيك بقى عن التوترات الدبلوماسيه اللي بقت بين مصر واسرائيل تقريبا منعدمه تماما، ان في خطاب عدائي جدا بين مصر واسرائيل، وكل شويه اسرائيل تنسحب من المفاوضات، وده طبعا بيؤدي لانهيار المفاوضات تماما. كمان عايز اقول لك ان في تصريحات دبلوماسيه مفادها يعني ان مفيش سفير مصري في اسرائيل. وازيدك من الشعر بيت، مصر لحد دلوقتي ما اعتمدتش السفير الاسرائيلي اللي تم تعيينه من كام شهر. ده غير بقى ان في تهديد مباشر من الطرفين، وفي حمله اعلاميه ضخمه وحرب اعلاميه لتشويه صوره مصر قدام العالم كله ان مصر قافله المعبر، مع ان المعبر ما اتقفلش يوم واحد من بدايه الحرب لحد وقتنا هذا. والمشكله ان الكلام ده بيجي من بعض الناس اللي هم يعني بيتحسبوا على المصريين، وكلهم من المعارضه الخارجيه اللي بتتمول بالدولارات من المخابرات والدول الاخرى. وهزيدك برضو من الشعر بيت، واهم نقطه اللي عامله لاسرائيل رعب وهي المناورات العسكريه. واهم المناورات العسكريه دي المناوره اللي كانت بين مصر والصين في 22 ابريل 2025. مصر والصين عملوا اهم مناوره في تاريخ مصر الحديث، بل لاول مره في التاريخ، تحت اسم نسر الحضاره. الخطير بقى في المناوره دي ان شارك في المناوره دي مقاتلات صينيه متطوره جدا جدا واسلحه تقيله جدا. الفكره بقى واللي مسبب رعب لاسرائيل، المناوره دي كان فين؟ مكان المناوره دي كانت فين؟ على حدود اسرائيل يا باشا. يعني انا اقدر اطولك واعمل فيك اللي انا عايزه، وهو ده اللي مسبب رعب لاسرائيل ولا مؤاخذه مخلينهم يلبسوا البامبر، لدرجه ان كل وسائل الاعلام الاسرائيليه ومنهم جرائد كبيره جدا زي معاريف قالت ان في تطور خطير جدا في المناوره دي لانها اقتربت من الاجواء الاسرائيليه جدا. طيب ايه اللي بيحصل تاني؟ مناوره النجم الساطع في اغسطس 2025، وتحديدا بمشاركه الولايات المتحده في قاعده محمد نجيب العسكريه، واكتر من 8000 جندي بيشاركوا في المناوره دي من دول مختلفه. وطبعا ده لتبادل الخبرات العسكريه بين الدول دي والمعلومات العسكريه. ده غير التعزيزات اللوجستيه اللي مصر بتعملها دلوقتي، وفرد الممرات وفرد المعابر وطرق الامدادات الضخمه اللي مصر عملتها. وطبعا من اهم الممرات دي ميناء العريش البحري وربطه بالسكه الحديد. يعني انت مثلا لو عندك معدات تقيله وعايز تنقلها طابه من خلال ميناء العريش، المعدات دي تبقى في طابه في دقايق. اما عن الامور الاقتصاديه اللي بين مصر واسرائيل، فخليني اقول لك ان اخرهم صفقه الغاز. نتنياهو دلوقتي بيهدد بتجميد الصفقه دي، وبيقول ان مصر مش ملتزمه باتفاقيه كامب ديفيد، عشان كده لازم نلغي الصفقه دي، وان الجنود المصريين اللي واقفين على الحدود اكتر من اللازم واكتر من المنصوص عليه في اتفاقيه كامب ديفيد. طيب كل اللي انا قلت لك عليه ده حرفيا هو مقدمات لاي حرب بين اي بلدين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ده غير ان انت دلوقتي عندك 2 مليون فلسطيني واقفين على الحدود، والجانب الاسرائيلي متعنت وعايز يهجرهم لمصر بالعافيه. وفي عز ده كله يجي بقى خطاب الرئيس السيسي الاخير، وتقريبا هو ده الخط الفاصل بين الحرب دي. في الخطاب الرئيس السيسي قال ان مصر مش هتكون بوابه ابدا للتهجير، لان ده بيهدد الامن القومي مباشره، لان انت مش عارف وسط الناس المهجرين دول لمصر هيكون في ارهابيين ولا في ايه بالظبط. ده غير ان التهجير ده حلم اصلا عند اسرائيل عشان يستولوا على غزة كلها، والمرحلة اللي جاية يكون ايه بقى؟ عينيهم على سيناء. ما ده الحلم بتاعهم من النيل للفرات. ده غير ان اهم نقطة في الموضوع ان مصر لو سمحت بتهجير الفلسطينيين فده معناه تصفية للقضية الفلسطينية، وانك مش هتسمع تاني عن حاجة اسمها غزة، وياخدوها بقى اسرائيل ويسموها مدينة ليشع او تل ابيب 2. وده اللي شغالين فيه من 48. بس على مين؟ الرئيس السيسي والجيش المصري عارف جدا للي بيدور عند اسرائيل، ووجه لهم الرساله وقال لهم اي محاوله تهجير هتقابل بالرفض القاطع، زي ما هتشوف في خطاب الرئيس دلوقتي. اذا فكره النزوح او تهجير الفلسطينيين من القطاع الى مصر معناه ببساطه انه هيحدث ايضا امر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفه الى الاردن. وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها
واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر. غير بقى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان بتدين فيه سياسات إسرائيل بشكل عام، ووصفتها بأنها حرب تجويع وإبادة جماعية ممنهجية. ده غير بقى الإعلام المصري والصحف والقنوات اللي لعبت دور مهم جدا في توصيل القضية الفلسطينية للعالم. ده غير الضغط المصري المكثف دايما على إسرائيل عشان توقف إطلاق النار. بالإضافة كمان أن في أي محفل دولي مصر هتكون موجودة فيه أو كانت موجودة فيه بتحاول دايما تبرز القضية الفلسطينية، ودايما بتدعو لوقف إطلاق النار. النتيجة دلوقتي بعد ده كله إن مصر أصبحت بتمثل الخط الأمامي والسياسي والإعلامي والعربي في مواجهة المشروع الإسرائيلي. يعني دور مصر واضح أمام الجميع للقاسي والداني واللي شاف واللي ما شاف. وسط ده كله بقى يطلع علينا النتن بخطابه الأخير، وأنا بصراحة ما شفتش في حياتي أكتر من كده بجاحة، لأنه بيحاول يصدر المشكلة لمصر في الخطاب ده. الفلسطينيون يريدون الخروج، لا يريدون سجنهم كما تسجنهم حماس بالقوة في مناطق القتال. ماذا قال ترامب؟ ليكن لهم حق الاختيار. حق الاختيار لدى الإنسان في أن يختار أين يكون وفي مكان ما ومتى يخرج منه. وفق هذا الفهم هذا مبدأ مهم. هذا ليس طردا جماعيا ولا هجرة ولا مخططا، بل نتيجة طبيعية. وهناك من خرج منهم. أنا أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، ولكن سيغلق فورا من الطرف الثاني من مصر. بيحاول يسوق لفكرة ان خروج الفلسطينيين من غزة هي اختيار جماعي ومش طرد جماعي ولا تهجير، والمبرر بتاعه ان نص سكان غزة عايزين يخرجوا. هو طبعا من الطبيعي انك تلاقي ناس عايزين يخرجوا وسط الدمار والقصف والمشاهد الرهيبة اللي احنا بنشوفها يوميا، بس ده مش مبرر ابدا، لان في ناس تاني عايزة تقعد وتستقر في ارضها. بس الهدف من اللي هو بيعمله ده اخفاء طبيعة التهجير القسري، عشان يعني ما يبانش ان سكان غزة طالعين ومهاجرين غصب عنهم ومش بارادتهم. خبيث جدا، لانه من الناحية التانية بيحاول يضغط على مصر كأنها حل للأزمة يعني، وبيركز وبيكرر على ان المعبر مفتوح من عندهم هم لكن مقفول من الناحية المصرية. مش بقولك بيصدر المشكلة لمصر وبيحاول يرمي المسؤولية كلها على مصر، تحس ان هو فجأة كده بقى انسان وبيخاطب العالم كله بلغة الإنسانية، وان لازم العالم يحترم رأي الفلسطينيين في الخروج الآمن من غزة، وبيحاول يقدم نفسه طبعا للعالم ان هو بقى ايه مانح الهجرة ليهم، بس المصريين هم اللي رافضين. وبعد كل اللي سردتهولك والاحداث الاخيره دي عزيزي المشاهد، عايز اقولك ان احنا على مشارف حرب بين مصر واسرائيل، وعايزك بقى تكتب لي وجهه نظرك في الكومنتات في اللي بيحصل بين مصر واسرائيل، وهل هيكون في حرب قادمه او لا من وجهه نظرك. ولو انت جديد معانا هنا في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس على الكل عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده المستقبليه اللي احنا بنعملها. والسلام عليكم.